طيب وايش تقلد؟ وأيضا قلدنا أصوات، هناك فقرات كوميدية بتقليد الأصوات. ايوه. فالفقرات الكوميدية طبعا من تقليد الأصوات، مثل صوت الأستاذ مثلا من قنوات أخرى، قناة الجزيرة مثلا. ايوه. قلدنا المذيع جميل عازر هذاك الشيبة. ايوه جميل عازر، ايوه معروف. طبعا هو مرة معرض ديال الأخبار والسبق العول متكا. ايوه ضروري انه يتكي. ايوه. قال للمشاهدين الكرام اول مره يضحك. هو ما يضحكش طبعا. بس مره ضحك. ما اظنش انه ضحك. انا متاكد انه ضحك. بس انا عمري ما شفت الضحك ولا ابتسم. فعلا بس مره ضحك، يمكن كان الكهرب طافي بس ضحك. ضحك كيف ضحك؟ يعني قال مشاهدي الكرام، ما قالش من قناه الجزيره في قطر، قال من قناه القطيره في جزر. وضحك. فمره كان يشتي يسال وائل الدحدوح وما عبش سؤال يساله، يعني كمل لنا الاسئله، جات الكاميرا ضروري يطرح سؤال وما بش معاه في ناس السؤال. ايوه ما بش. هذه الساعه دبر نفسه بسؤال، قال معنا وائل الدحدوح من قناه الجزيره في قطر. وائل كيف امك؟ قال ما لهاش. يعني حريه. وطبعا قلدنا فيصل القاسم طبعا تحيه اول للفنان جميل عازر، طبعا بنقلده حبا فيه. حبا فيه طبعا. اللي يحبهم اقلدهم. وايضا ننطلق الى فيصل القاسم، الاتجاه المعاكس. الاتجاه المعاكس، لماذا يصر البعض على اقتناء الأزمات في الدول العربية؟ ألا يكفي ما يحدث في العراق درسا للشعوب لتعرف من هم العملاء؟ هل أن الوضع الحالي هو سبب تدهور الاقتصاد؟ هل أن قاتل الشميلة هو سبب حرق اللسان؟ هل أن أحسن رحلة إلى فجع الطان؟ هذه الأسئلة وغيرها تأتيكم في الاتجاه المعاكس. الاتجاه المعاكس يأتيكم برعاية الكاميرا في الريف. أما إذا انطلقنا إلى حلقة وادي الذئاب باليمن، مراد علمدار بس باليمن، تبدأ الحلقة لك وينك مماتي؟ قال بسوق عنس. واسكندر قال مخزن منتزه الامير. ايش مخزن؟ همداني اوصه. بعدها ركبوا حافله مزازة. لك عبد الحي حاسب. قال ما في مصاري. شو زازا ما بده يحاسب؟ حاسب زازا. قال انا حاسب لي مماتي طير ريشو، انا احبك مماتي ذو عب 30 لكن الركبه ب50. فعندما صار يشتري قات، لك ما راح اشيل قات بيوت، كل يا نجدد كل يا ابن اختي. زازا طبعا. وايضا ندخل الى الفقرة الكوميدية اخرى، وهو صوت المطر. قلت صوت المطر في 3 حالات، عندما يولي ويرجع ويدخل حاراته. يوم يولي ويرجع هذا خلاص رجع وصله ورجع. يعني ما عاد حاسبه. وعندما يدخل حارات ضروري يتعب. اما اذا طلع طلعه وفي حجر هذا قهر المطر، اذا طلع طلعه وفي حجر هذا يقتهر، ممكن يغثى منه، ممكن خلاص يطنشه. عندما عمل المهم يوصلها البيت يعمله قد تعب. اما المطر على دلسي رمان، في مطر على دلسي رمان في بترول يا اخي بترول قال طفي نكلم في بترول. قال حمر وبياض. قال حمار عمل له دلسي رمان، هو عمل وايضا ننطلق الى فقرات كوميدية، وهي راشد الماجد عندما اصطبح طحيني في تعز وغنى بتعز وهل تعز ردوا بعده. طبعا تعز كلنا 04 نائب وتعز 04 ضربت 04 لا جبل صبر. وايضا عندما غنى في تعز وهل تعز ردوا بعده، ما اتصلتي لا مكة ما سألتي لا مكة ولا غيرك
يوم نادون الناس مع صوتي لا موكا مسألتي لا موكا. أما عندما صار راشد لا منطقة واحد اتصل لمكة يعني لمكة زعم ليش هكذا. فعندما صار له منطقة ثانية قال يا راشد لا تصيرش هذا المنطقة يضحكوا عليك يزيدوا عليك. قال أنا صاح لهم يعني ما يقدروا لي. بكر الصبح بز الشمطة يقول ضيعوني ضيعوني زيدوا عليه. أما جورج يوسف باليمن جورج يوسف باليمن فكرنا أنه يغني طبيب جراح فجاء يقول إيه لاموني يا الناس لاموني قلت يا ناس أنا أحب بالحب يا ناس إيه ولعني ضبح. أما جورج يوسف أنا الحين عاد احنا باليمن. وأيضا أنا فكرت أن جورج يوسف هو ضابح دائما بس يوم يخزن كيف يضبح يزيد الضبح مدري هو يضحك. وغنى بعد القاتل يقول إيه هو القاتل سهرني عمره ما ضحكني إيه ضحكني. طبعا أما هندي يمني من تأليفي هندي يمني أغنية هندي يمني يعني مزجت اللون اليمني باللون الهندي. أيوه. كوتي ثوبي صبنيها صبنيها خش بيها وكوتي ثوبي صبنيه صبنيه خش بيه للكعبة تربعيه يوم الجمعة عطريها. أما أمريكي يمني ضروري نجمع أمريكي يمني زلطي زلطي يشتي زلطه هو بانتو يوم التسماطة أو يوم التسماطة وين الغترة والسماطة أوه. أمريكي يمني. سبق وأن قبل فترة أو قبل 3 سنوات اتصلت للأستاذ يحيى علاو وكلمته بصوته. كلمته بصوته يعني هالشيء يتفعل مقلب يعني. أيوة اتصل له بصوته ونعينا ايش يقول. بدأت طبعا صوته مشاهدينا الكرام من برنامج فرسان الميدان ونحن نطل على محافظة إب والخضرة تكسوها وكأنها ترتدي الثوب الأخضر. إلى هذا المنطلق والشمس قد زالت علينا والليل يدخل علينا رويدا رويدا. إلى هذا المنطلق مشاهدينا الكرام السؤال يقول يا ترى دمعته ندى بكى عليها العالم حتى النبي المصطفى اللهم صل وسلم عليه. دمعته ندى بكى عليها العالم حتى النبي. شوف البداية سليم صح تعال. فعندما قلدنا صوته بالاتصال لنفس الأستاذ يحيى علاو يعني أخذت التليفون دقيت. أيوه جاوبني. أيوه قلت السلام عليكم. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت بداية معي الأستاذ يحيى علاو. قال وأنا معي الأستاذ يحيى علاو. قلت أسألك سؤال بسيط تجيب نعطيك الجائزة. قال ما هو السؤال. قلت ونحن نطل على محافظة تعز من أعالي وسفوح جبل صبر نراها وكأنها سجاد مطرز بالعقيق. إلى هذا المنطلق السؤال يقول. قال ما هو السؤال. قلت والسؤال يقول يا ترى ما هما الأسودان. قال الأسودان هما الماء والتمر. قلت إجابة سليمة. قال وأنا الجائزة. قلت دين. قال لا جدين. قلت فوق الأول وسجلها. قل بس زي الظرف من الظروف دي. قال ما شاء الله أدى بلاغة على هذا الموقف. أدى بلاغة على هذا الموقف. قال وكأن الصوت يتردد من الهاتف إلى الهاتف. قلت مجاوب الحيد من حق البلاد. قال أريد أن أراك. قلت خلا لما الصوت لما الصورة حرقة ما تحصل الله بيريم. أوه ها يضحك. رحمة الله رحمة الله عليه. لو تخيلنا الآن هو موجود بيننا ما يقول للناس. ها قد انطلقنا وقد شدينا الرحال إلى رحمة من الله وأرجو من اليمنيين ومن المعجبين بصوتي الأستاذ يحيى علاو وبشخصيتي أن يطلبوا الرحمة والغفران. لذلك منهم الدعاء ومن الله الإجابة. وأيضا ها قد افتقدتمنا لمدة والآن شهر رمضان لم أكن موجودا ولكن إن شاء الله في الآخرة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والجماهير اللي كانت تنتظر يحيى
روحي علّه